الله يعينك يا سي حاتم. الله يعينيك خويا، يرحم والديك. اي انا مع سي حاتم القرمازي الخبير العصامي في صناعة الأسلحة والمتفجرات، وها عنده اختراع جديد اللي هو موديل متاع مدفع، وهاو يحكي لنا عليه سي حاتم. هاي وش قاعد تعمل السي حاتم؟ والله اللمسات الأخيرة صناعة نموذج مصغر المدفعية اللي قاعدين يقصفوا بها حاليا الجيش الوطني التونسي في الشعابي. هاي والله وحاجة أخرى أنا عملتها على متشمت في نوف الورتاني، خاطر نوف الورتاني في موزايك اف ام قاعد معناتها يكلتي فيه، يكلتي في حاتم القرمازي ويكسرني يقول ما ينجمش يعمل حتى شيء، قادر باش يعمل كان صواريخ تاع زطله ودروك. لا اخويا انا نقول لي يا نوف الورتاني انت هو راك مش كعبد، خاطر قاعد تجيب انت هو تجيب في البرنامج بتاعك قاعد تجيب في الناس اللي قاعد تحكي على الزطله وقاعدين يستعملوا في الزطله، وديما حديثك كان على الزطله وقاعد تحقر فينا. تشوف لنا غلم ولا وش هاي سي نوف نوريك حاتم اليوم وش قاعد يعمل. هاي وقداش استغرق الموديل هذا باش صنعت؟ نص نهار. الموديل هذا اخوي استغرق نص نهار، بديته الصباح هاني كملته اليوم كما تشوف. ها مدفعية صغيرة، ها ريتها مدفعية صغيرة، اما فعالة راهي فعالة بالقدام قدام. باش نعملوا تجربة تو قدامكم بحول الله، تو تعجبكم ياسر التجربة هذه وحاجة ممتازة راهي. ها اي وشنو الحشو اللي فيه هذاك؟ هذاك بارود اسود، بارود اسود من صنعي الخاص. سبق وحكيت للناس وقلت لهم انا قادر باش نصنع البارود وقادر باش ننفع الدولة التونسية، وهاكم باش تشوفوا اخر تجربة عند حاتم القرمازي. تفرج انا في الورتاني، تفرج بالكش تفهم حاجة. سي نوفل الورتاني هو اسمه بركة يفهم حكاية، خاطر نوفل هو اسم متاع طفل، ناقرت ما يقبل طفل اسمها نوفل. والمدى نتاعو قداش؟ المدى هذا شفتوا المدفع هذا قادر باش على قتل الانسان، قادر باش يقتل الانسان. يعني اللي في يدك هذا قادر يقتل الانسان؟ قادر باش يقتل الانسان يموت اصلا. هاي بحول الله هاكم باش تشوفوا التجارب باش تصير. ونزيدوا المدفعية نتاعنا نزيدوا نحطوها بحضراية البلاد، وديما نقولوا تحية تونس. ترى خويا ماذا بيك توخرتي لي شوي باش معناتها ما تتفجعش. هاي بسم الله تفرج، هاي تفرج بسم الله. شفت ما